وفاة سلامة محمد سلامة. بعد التلاعب بالرأي العام تحت اسم عادل غربال، الشاب السوري الذي ادعى أنه معتقل مظلوم، انتهت حياة محمد سلامة في ظروف غامضة، الذي لم يكن سوى ضابط في فرع المخابرات الجوية التابع لبشار الأسد، حيث تبين أن هذا الشخص تقمص دور الضحية لإخفاء دوره الحقيقي في انتهاكات النظام السوري. محمد سلامة الذي استغل القضايا الإنسانية لإبراز نفسه كمدني مظلوم، واجه موجة من التساؤلات والانتقادات بعد الكشف عن هويته الحقيقية وسجله المليء بالانتهاكات. وفاته المفاجئة فتحت الباب للتكهنات، حيث لم يعرف ما إذا كانت نتيجة لضغوط الكشف عن الحقيقة أم لظروف أخرى لا تزال غامضة. فهل كانت هذه النهاية الحتمية لرجل عاش بخدعة كبيرة؟ أم أن هناك أسرارا أخرى ستكشف قريبا عن هذا الفصل الجدلي؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ودعونا نتناقش حول هذا الموضوع المثير للجدل.